السلام عليكم عم الحاج محمود. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا يا مرحبا. أهلا. ازيك يا أبويا؟ ازيك يا ازيك يابا؟ ازي حالك؟ ازيك يا عبد السريع الريا؟ ايه يعني دي شقة غريبة. نعمل ايه والله، في اختلافات انا والحاج بكر في مشوار القناة بتاعتنا. وبعدين زعلان. يعني اختلفت في شغل؟ اختلفنا في الشغل. طب من حقكم كنتوا جلستوا بعض قبل ما يحصل الاختلافات دي. والله جلسنا كتير بس ما نفعش يا عم الحاج محمود. يعني ما رحتش لحد قبلي انا في النادي؟ رحنا والله لكبراء البلد بس قلنا ما حدش هيفك المشكله دي غير ربنا والحاج محمود. والله ليكم نصيب، انا جيت الجمعه النهارده من الغياب وبامر الله كل حاجه هنسويها. اما تبقى يا ابني قتله وتتساوى. يا رب يا عم الحاج. هاي طب بكر فين هناك؟ نجع الدكوكه باين. بحر هناك دي تبع الشيخ تماي. ايوه ما هو تبع الشيخ تماي، البطاقه بتاعته طالعه تبع نجع الشيخ تماي. مليح برضه رجاله اما تشرح والشرق فيه رجاله. ودام جيتوا هنا كل مصلحه. عمليه بسيطه باذن الله وهيسويها ربنا، وبعدين ده بدايه شغل ما تعكروش على بعض. ودام يا ابني اللي يحط رجله في المنطقه دي عندنا في النجع ده لازم نسويها معاه بالطول بالعرض، لازم الشغل يكمل. والاختلافات الشيطانيه دي بلاش منها، ولازم تراويني وانا راويك. وجع منك شيله هو يشيلك وانت تشيله، الاختلافات دي ما تنفعش. يا ولد. ايوه ندم له باكر الناجع، ندم الحاج باكر. يا عم الحاج باكر تعال كلم قول السلامة. وانتوا قصرت معايا يا حاج باكر. لولا وجودك انا مش هاجي ولا اكلم. لا ده عيش وملح، وانت دام جيت النجا عندنا لازم تتحمل. وعيب كده تصفوا مع بعض، وده شغل لازم يكمل. عيب لما تيجي في وسط المسافه وتسيبه يا شيخ الفضل. دلوقتي احنا شغالين مع بعضين. نعم. والدنيا ماشيه تمام. حلو. راح سابني وماشي مش عارف راح دوله غريبه. راح دوله فين انت؟ رحت 4:30 ولا فين؟ يمكن لما يكمل عشان يجي يجهز عمليه يساعدك في الشغل. ما لقيتش ياكل. يعني هو الراجل انت قعدت هنا في الافلام وهو اما يجبد ويجيب لك. لا مش ده مش نقص، ده مش نقص منه. لا مش همدينا حاجه لما يشغل له روحه. لا ما يحصلش منه كده. هو ما حصلش، هو روالي غير كده. قال لك ايه؟ قال مدة كنت بحر في الهريف ونجع الدكوكة والنجوع اللي هي بتوع ولاد تدرس دول، وانت خدت الشغل وحدك وكنت هتألف منه حاجات في غيابه. ما حصل. فهو جه وصعب عليه اللي انت هتعمله. لا فجه شارنا ورد عليه. قلت له الحاج باك ده راجل محترم وانا اقدر اصلح الغلطات اللي عملها، فانتوا عشان خاطري انا قوموا تصافحوا مع بعض. لا ما هو دلوقتي احنا هنتفق نشتغل وننزل. ما انا خلصت معاه واشتغل. ما يمشيش. قال اللي عملته يا عم الحاج محمود على رقاب، هو حكمي انا ماشي عليه. فده ما تحكيش، وتحكيه في الماضي فراغه في العقل. الماضي ما نحكيش فيه يا شيخ. لو ما مشاش عادل يا عم محمود انا هسافر بني سويف تاني. الحساب عليا انا. خلاص ماشي. هاي يعني اذا ما خطبكش في الصغير تيجي تشور. حاضر يا عم. انتوا لما اصطلحتوا جيتوا فين؟ مش القبيله عندنا. ها
يعني ان جوعته كلها ما يقدرش واحد يحط كلمة الا لما يجي الشيخ القبيل. وانا خدت عليكم مكاتبات يا حاج بكر لما جه يشورني، فانا اخدته وبصمت عليه ورق عشان الواحد ما يتحداش حدوده ويشوف شعور صاحبه وعدته وما يختلفش. عيب كده. احنا الحلوه والمره من زمان، بس هو لما يهرب. لا ده ما هربش، دي المعايش جبرته عشان يجي هكعاني عارفه رايح يكمل فيلم. طيب من ورايا. ما هو هيعملها مفاجأة معاك. أنا ان مستني. الشغل وانتوا بينكم وبين بعض ما حدش يقدر يدخل بينيكم. يعني دلوقتي هنمشي بما يرضي الله ونشتغل بما مع يرضي بعض. الله والرسول. واللي يغلط في جلسة حضرتكم في صلحكم وفي غيابكم ما تعلوش الهام. انا واللي عايزينه تيجي تكملوه من عندنا. بس انا الكبير هو اللي يمشي عليا ويصالحني، مش انا اللي اجي اصالح. ما هو اذا كبر ابنك خويه اخوه بقي مين؟ شريكك في العمل. اخوه مين ده طويل عني يا عم؟ يا عم ده مش بالطول. امال ايه؟ ده هو شايلاه رجليه. يعني هو ابن 18 مثلا. وانت 32 انا 40. او 40 يبقى هو حمل الجمل يشيله الجيت. لا انت شفت يا ابني الرجاله جايبه جمل وفضت وشيلته للجيت. ما اقدر. الجمل يشيله جمل زيه. ده حملك وتشيله. يا مسا. هاي هتختلفوا تاني ما تجوش عند محكمتنا. لا مش هنختلف ان شاء الله، مش هنختلف وهنبدا من دلوقتي تاني. ابدأوا وافتحوا صفحة جديدة واحنا في سما جديدة وارض جديدة. خلاص ماشي. الاختلافات يبقى ما كملناش المشاوير. خلاص ماشي. وعايزين كمالة ما تعلوش الهم. من طول ما انتوا في النجوح حنا النجعة تبعكم والنجعة تبعها. ده مش ماشي على هوايا خالص. يا عم اسمع اللي قلناه، ما تخربطش الشغل كله والعمل. مش ماشي، مش سامع الكلام وما يسيبني ويمشي. يا عم تعالى حب على والله العظيم لا تيجي يا شيخ. اتمشى يا حسيب. ده هو الصغير اللي يحب على راسي. حب على راسي يا حسيب ارضي. يعني مش هصطلح يا عم الحاج. لا اصطلح وكده مشوار خلص كده. امال جايين عند شيخ العرب ليه؟ وعلى ما نقول شهيد. خلاص ماشي. على ما نقول شهيد على اللي قلناه. متشكرين يا عم الحاج والله. احنا تحت امركم طب العيال هيذبح ولا وراكم مشوار؟ لا احنا ورانا مشوار. مش فاضيين يا عم الحاج. خلاص الفاتحه للنبي. الف شكر يا عم. احنا تحت امرك والله. الف شكر. احنا تحت امرك. ما تعلوش الهم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. خلاص ما في حفظ الله. اي اختلافات تجون